وسام أبو علي يشارك بقوة في تدريبات الأهلي بعد تخلصه من حالة الإجهاد التي تسببت في خروجه من مواجهة المصري الأخيرة أمام عاشور. يتخلص من آلام الظهر ويشارك في تدريبات الأهلي الجماعية ليؤكد جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا. هدف وسام أبو علي في مواجهة الأهلي وبيراميدز يفوز بجائزة الأفضل في الجولة 31 من عمر الدوري. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي على ضرورة استمرار سلسلة الانتصارات غدا ونسيان تماما ما يصدر البعض لهم بأن الدوري حسم بشكل رسمي، ويعدهم بمنح العديد منهم إجازة مبكرة في حالة التتويج بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة لقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم. بيراميدز ينفي تماما ما يشاع عن تعرض مروان حمدي للطعن من أحد جماهير الأهلي في أحد المطاعم بالمعادي بسبب توجيهه السباب لجماهير الأهلي بعد المباراة التي جمعت بينهم الاثنين الماضي، ويؤكد أن اللاعب بخير ولم يصب بأي أذى. جماهير الكرة المصرية تترقب نتائج اجتماع لجنة الانضباط وإعلان عقوبات بلطجية بيراميدز بعد اجتماعها اليوم. مصدر بنادي نيس الفرنسي يؤكد لموقع كورة أنهم يجهزون لإرسال عرض رسمي للأهلي لضم محمد عبد المنعم بعد متابعة دقيقة للاعب في الفترة الماضية وإعجاب المدير الفني الكبير بقدرات اللاعب. اجتماع هام بين وكيل أحمد القندوسي وأمير توفيق مدير التعاقدات للوصول إلى حلول لكي يرحل اللاعب دون الدخول في صدامات مع النادي، بعدما أكد وكيل اللاعب للعديد من الصحفيين تلقي موكله عرض ضخم من الوحدة السعودي. المشرف على نادي الوحدة السعودي توفيق تونسي ينفي وجود أي اهتمام من قبل ناديه بالتعاقد مع محمد مجدي في الانتقالات الحالية. الأهلي يؤكد أن كل ما يشاع حول طلب مارسيل كولر ضم جوناثان لاعب فيوتشر على سبيل الإعارة لمدة موسم هو كلام عار تماما من الصحة. خلاف كبير بين مؤيد ومعارض بين جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي حول فكرة التعاقد مع محمد النني، ومصدر يؤكد أن هاني رمزي رئيس لجنة الاكتشافات بنادي الأهلي هو أكثر الأشخاص المتحمسين للتعاقد مع اللاعب ويحاول إقناع كولر بالأمر. أحد المقربين من محمد النني يؤكد أن النني يمتلك أكثر من عرض في الوقت الحالي ويفاضل بينهم، ومن أهمهم عرض الخلود السعودي والجزيرة الإماراتي، لكنه حتى هذه اللحظة لم يتلقى أي عروض رسمية من الأهلي، وكل ما حدث هو جس نبض من بعض الشخصيات الأهلاوية فقط، ولا صحة لما يشاع عن توقيع اللاعب لأي نادي. ولو حدث اتصال رسمي مع اللاعب سيفضل الأهلي على أي ناد آخر دون النظر للراتب السنوي